بتاع لخبطة الهرمونات وتكيسات المبايض والحاجات اشهر حاجه عند البنات في مصر تكيسات المبايض والاورام اللي فيها في الثدي وفي الرحم بقى بتيجي متاخره شويه. يعني الثدي دي بتيجي في سن ال 17 18. هي البنت بتبقى في المرايه وتحس كلكوعه في صدرها، تروح تعمل ماموجرام يقول لها في فايبرو ادينوزس او فايبرو ادينايتس. دي عباره عن ايه؟ اجسام ليفيه التهابيه مزمنه. تمام؟ ممكن تصاحبها في نفس التوقيت تكيسات او يصاحبها الام اثناء الدوره. كل ده تحت نفس القصه، هرمونال ديستربنس في البنات. سببه ايه؟ محدش يعرف. مقاومه انسولين احتمال، مشاكل نفسيه حطوها، بعلاج الجلوكوفاج وادويه منع الحمل من ضمن البروتوكول اللي بيمشي عليه بتوع النساء. حتى لو سنها 16 سنه بيمشوها 14 سنه عشان تظبط دورتها، عشان التكيسات دي تختفي. طب التكيس ده بيحصل ليه؟ ايه الميكانيزم بتاع التكيس عشان يحصل؟ كيس اللي هم بيسموه ساعات كيس وظيفي، يقول لك انا عندي كيسين. لا، بي سي او يعني مالتيبل بقى، كل المبيض عباره عن اكياس. خلاص، ده البي سي او بوليسيستيك اوفري، كيس متعدد، قصدي المبيض متعدد الاكياس. التاني بقى ممكن يكون عندها كيس او كيسين بيسموهم بقى فانكشنال سيست، دي بتطلع وتختفي مع الدوره. ايه اللي بتحصل؟ المفروض الدوره الشهريه للست من اليوم الاولاني لليوم ال 14 على اساس انها 28 يوم مثلا، ده فتره تكوين وتهيئه البويضه للانطلاق. انا بكون بويضه خلال اول 14 يوم من بدايه الدوره، وبعد كده انتهائها بعديها الكام يوم الجايين دول انا بطلع بويضه وبجهزها جوه المبيض عشان يفرقع اطلعها بره. المفروض في اليوم ال 13 او ال 14 البويضه تبقى مكتمله وجاهزه انها تسيب المبيض، فبتستنى هرمون اسمه ال اتش بيفرز من الغده النخاميه. الهرمون ده بيجي يخبط المبيض بكرباج فيفرقع البويضه. لو ما وصلش للليفل السيرج بتاعه البويضه دي ما تفرقعش. ولو هرمون الانوثه الاستروجين في التوقيت ده اعلى من الطبيعي البويضه ما تفرقعش. فتفضل البويضه متعلقه فين؟ جوه المبيض زي ما هي، بس عباره عن ايه؟ كيس كده. كويس؟ يبقى الاستروجين اعلى شويه من الطبيعي، ال اتش اقل شويه من الطبيعي، والاف اس اتش ممكن كده وممكن كده. ده الهرمونال. بس البويضه فيلد انها تطلع، فما بيحصلش حمل اصلا. يعني لو هي متزوجه مش هيحصل حمل مع القصه. تمام. الكيس ده مع نهايه البيريود المفروض بيضمر وبيرجع المبيض شكله الطبيعي بقى على مع نزول البيريود الجاي، وبيرجع يتكون تاني على المبيض الجديد بقى. ما هو مره يمين ومره شمال، هي كل شهر بالتبادل. اما حصل هنا كيس وفش، ممكن هناك يحصل كيس ممكن ما يحصلش بقى، ما كل مبيض حسب ظروفه. تمام. طب هل التكيسات ليها علاقه بالماتيريشن نفسه بتاع البويضه؟ لو البويضه نفسها شيخه مش هتفرقع حتى لو جالها ايه. عشان كده في ستات بتعمل حقن مجهري يقول لك البويضه كانت ضعيفه. البويضه دي يعني خليه من ضمن ال1000 مليار خليه اللي عندك. لو انت صحتك كلها مش تمام، ازاي يا دكتور شعرك بيقع؟ ما صحتك مش تمام. ما الخليه من ضمن خلاياكي، ما الخلايا الشعر اللي انا بحكم عليها على طول. الخليه دي بتتكسر بسرعه. خلايا الشعر تتكاثر بسرعه والسايكل بتاعتها سريعه، فاقل تغير في الغذاء بيبان عليها. شبهها الخلايا العصبيه، شبهها الحيوانات المنويه، شبهها البويضات. فالراجل تلاقيه يعاني من حيوانات منويه حركتها ضعيفه وفيها مورفولوجي تشينجز كتيره، شكلها متغير بديلين من غير راس مش عارف ايه، حركته ضعيفه، ما هو خلايا. والبويضه تطلع ضعيفه، بويضه ضعيفه. احنا بقى دنيتنا ايه؟ بتوع النساء بيمشوا ازاي؟ لا، ده جزء من متلازمه مقاومه الانسولين. علاج الجلوكوفاج بيحسن شويه، بيحسن ليه؟ عشان هو فعلا بيقلل شويه الانسولين وبيساعد شويه عمليه الايض في البدايه، فبيساعد في بعض الحالات. لكن هو الانسولين اصلا السبب؟ لا. كتير قوي بيبقوا مثلا لو بنوته مش متجوزه يكتبوا لهم جلوكوفاج. هو مفيش جلوكوفاج عندهم. تمام. طيب الدوره بتنزل؟ لا ما بتنزلش، اديها بقى من الحمل وظبط لها الدوره. فهمتي؟ دي الدنيا بتاعتهم. احنا بقى نظامنا ايه؟ لا، الطيبات تخلص على القصه دي في 12 يوم بالايام.
يعني انت بداتي النهارده، الدوره الجايه هتنزل اللي بعدها انت سليمه ما فيهاش اكياس بس. خلصنا ومفيش دواء، ما باخدش دواء. كان في حد كاتب ان هي محتاجه ان حضرتك تتكلم عن الفتره بتاعت انقطاع الطمس والجسم، يعني الجسم بيبقى هزيل بعدين. لا خالص، لا خالص. من الناحيه الفسيولوجيه الست ما قبل سن انقطاع الطمث زي بعد انقطاع الطمث ما عدا القدره على الانجاب، عشان ما حدش يقول هرمونال ديستربنس. لا، احنا عندنا الستات عندها 65 و70 سنه هنا في العياده بعد 3 شهور قالت لك مقاس الصدر اختلف، مقاس الوسط، مقاس الهانش، الثلاثه دول مفيش اختلاف. الاستروجين والبروجسترون بيطلعوا عادي. فرق دي من دي، مبيض دي بتطلع بويضات، دي ما بتطلعش، لكن السايكل بتاعتك ماشيه عادي وما بديش هرمونات من بره. فاهماني؟ يعني لو قلنا قبل كده الست من عند سن ال 45، مع ان احنا المفروض الطمث ينقطع على سن 55 56 بالمناسبه، لو هي الست متغذيه تغذيه سليمه ما يقطعش معاها بويضاتها، هيبقى عندها حوالي 400 500 بويضه. كويس؟ بتطلعهم على مدار السنين، سن 13 تخلصهم على 55 56. احنا بقى عندنا عند 39 بتقطع اصلا. خلاص؟ بتقطع ليه؟ بويضاتها خلصت، عجوزه، مبايض شيخه، دي خلصانه. انت فاهماني؟ الست الطبيعيه بقى تيجي عند سن ال 55 ده بويضاتها خلصت، تمام؟ فما بتطلعش كل شهر بويض. لكن السايكل شغاله من دماغها، شغاله. وفيها ال اتش واف اس اتش وفيها استروجين وبروجسترون. فاهماني؟ فمحتاجه مني شغل زياده عن الطبيعي؟ لا. ولا محتاجه هرمونات ولا محتاجه كالسيوم زياده ولا الهواء. زيها زي الست ما قبل انقطاع الطمث، ده على النظام بتاعنا. لكن انقطاع الطمث نظريه حركه فسيولوجيه طبيعيه تفرق الست من قدرتها على الانجاب لعدم قدرتها على الانجاب بس. طب وحالات العقم؟ ولا هشاشه ولا بتاع. ايه العقم ماله؟ حالات يعني مثلا معانا 6 كابلز خلفوا خلاص. عايزه تتكلم ايه في العقم؟ اسبابهم مختلفه طبعا احنا عندنا كابل منهم اللي هم في السعوديه دول، كان راجل عنده مشاكل والبنت عندها مشاكل تكيس المبايض وهو كان عنده ضعف حمات منويه. هو التكيس ليه درجات؟ طبعا. يعني انا اقصد ان في درجه معينه اللي هو لا مفيش حاجه اسمها درجه معينه، هي فاريشنز احنا بنشوفها كلها مش درجات، يعني فاهمه؟ ما هي في واحده بيبقى عندها تكيس وممكن تحمل على المبيض الثاني، في واحده عندها بقى 2 بي سي او مش شغالين الاثنين. على فكره حالات البي سي او دول عملوا فيها مشاكل، يعني بقى يفتحوهم مناظير، يخشوا مناظير ويخرموهم بالحرق، يحرقوهم، يعني بيفتح سطح المبيض عشان يخرمه ويطلعها. ايه العبط ده؟ هي مش مستنيه خرم على فكره، بتطلع فسيولوجيا، مش مستنيه خرم في المبيض عشان تطلع لك البويض. وشفنا حالات زي دي كتير، يعني كانوا بيخشوا على المبيض البي سي او ده ويخرموه بالكتري بالمنظار، يقول لك عشان نساعده انها تطلع. لا مفيش الكلام ده، هكس ده هم خربوا الدنيا. طب والحالات الثانيه؟ حالات تانية زي ايه؟ انت قلت لي في حوالي 7 حالات مختلفين عن بعض. عندي حالة فيهم عقم رجالي كان 0%، حالتين 0% حيوانات منوية وتحسنوا الاثنين. حلو، دول كانوا رجالة بقى، ده عيب. سن قد ايه تقريبا؟ تلاتينات. ومعانا حالات هنا اكبر بقى شوية، بس دول لسه ما شفناش بقى، اللي هم داخلين في اخر الاربعينات، وهم بقى عرفوني متأخر واحنا بدأنا متأخر، والست على وشك يعني 49 48 وده بنشوف. لكن الباقي كله في حاجات ان اكسبليند، مش عارفين، بقى لنا 2 أو 3 سنين ما بنخلفش، ما نعرفش السبب ايه. فاهماني؟ السبب بقى ايه؟ احنا لحد النهارده حطينا لها 600,000 نظريه بس، ولا نظريه فيهم مصدقه. الانتي فوسفوليبيد ما بتخليهاش تكمل حمل، وليه؟ اجهاضات متكرره بلاش. ومن ضمن العقم ايه؟ هي يعني وهو يعني فحقنه مجهري. طب الحمل ما بيكملش ليه؟ 5 6 مرات محاولات حقن غير ما بتكملش. بطانه الرحم مش مهيئه، ضعيفه، خلايا ضعيفه ما تستقبلش جنين. انت فاهمه قصدي؟ طب اللي استقبلت وجابت تبقى بختك يا ابو بخيت بقى، اول حمل يدهولها على طول. بتحس ان هي فعلا كبرت 300 سنه. حمل الثاني الثالث بيعلم على وشها بقى، يطلع بذئبه حمراء، يجيب لها صلع، ثعلبه، يطلع يجيب لها روماتويد، ما بيسيبهاش في حالها. يعني ثالث حمل يجيب لها ورم. ما خلاص بقى حصل زلزال في جسمه منهار، بس وقع بقى فوق دماغه كله كده. فبتبدا الاول سوء تغذوي بقى، شعري، ظهري، ودني، عيني، التهابات مهبليه متكرره. لا ده كانديدا ما بتروحش. اصل خلي بالك كلمه كانديدا دي بتتكتب كتير،
اللي بيجي لك بشوفها كتير. اللي بيجي لك كانديدا مهبليه وما بتروحش، ده مناعتها في الارض كتير، مناعتها في الارض ومش سكر اللي يعمل لها كده، هي بتاكل غلط اصلا. بس انا بس عايزه اجاوب على استاذه اميره. انت تقدري تتابعي مع الدكتور اونلاين، بس يعني ابعتي في المسجز بتاعت الاكونت او صفحه الفيسبوك. طيب في حالات تانية حضرتك كنت عايز تتكلم فيها بالنسبه لموضوع العقم، الحقن، الحاجات اللي هي دي؟ ما انا مش محضر حاجه على كده، بس انا عندي كتير يا بنتي. اصل احنا عندنا ناس ما قالولناش ان احنا عايزين نحمل. انا كان معايا واحده بتتابع اونلاين دي كتير. ومش ما بتقوليش انها عايزه تحمل، وبعديها حملت. واحده تانية بتتعالج بالصدفه خلاص، وهي مش مركبه لوب ولا مركبه حاجه، بقى لها 5 7 8 سنين، دي ما بتتعالجش اصلا من حاجه وحملت بالصدفه. يعني ايه القصه كلها؟ تبقى قاعده اصلا مشيت على النظام وحملت. يبقى اللي كان منعك قبل كده بقى ايه؟ حاجه غلط في اكلك. ما هو ده اللي منعك، وانت بقالك 7 8 سنين مش مركبه وسيله، ما بتستخدميش حاجه. ايه اللي خلاكي تحملي بعد النظام بشهر؟ مش حاله بقى ولا اتنين، لا ده 15 16 17 حاله بقى، وفي سن اربعينات. كل دول في سن ايه؟ اربعينات، 42 43 سنه. بعد النظام بشهر شهر ونص احنا حملنا صدفه، والله ما كانش في دماغنا، بس حصل. فهمتي قصدي؟ ده غير الحالات بقى اللي جايه اصلا لده. دول الستة كابلز اللي انا بقول لك عليهم، انا مش بجهزهم بس اجهزهم لك. عايز تعرفي بتحاليلهم بحاجتهم يعني؟ لا يعني اقصد لو كان في حاله مثلا معينه انت فاكرها قوي. اسراء ما كانت طلعت معايا لايف مره، دي اسراء وجوزها. ما هو جوزها هي كان عندها PCO اللي هو تكيس مبايض، وهو كان عنده ضعف في الحالات المنويه ومشكله في الغده الدرقيه والجوار الدرقيه وفي هرمونات الذكوره. ادي الثلاث حاجات اللي كانت عنده. بقى لهم قد ايه؟ سنتين وشويه بنحاول، بس مفيش. ماشي. يحملوا بعد قد ايه دول؟ بعد اقل من شهر و7 5 ايام. وهي بعتت وماشي، ودلوقتي متابعه معانا. يعني هي متابعه معايا من السعوديه دلوقتي، وعملت حادثه من كام يوم وجالها اتصال في المشيمه، واتصل بيا تقول لي اكمل على المثبتات ولا لا. ما هي ماشيه معايا صح. بس عندنا حالات، لا حالات تفرح يعني. طب في حد بيسال عن الدوالي الخصيه اسبابها ايه؟ لا دي كتير بقى، مصر كلها عندها دوالي خصيه بسبب الحزق. الرجاله كلها بتحزق امساك، يحزق بقى كحه، يحزق مع مراته ويزعق. انا مالي؟ بيحزق. والله الحزيق ده بتلاقيه له دوالي خصيه. الرجاله كلنا بنبطل حزق. انا بطلت حزق من زمان. انا زعق احزق لا. جاوبنا عليك يا استاذ ياسر. وعلى فكره نص الدوالي بتاعت الخصيه دي لو درجه اولى ودرجه ثانيه بتختفي مع النظام برضه. ما كنت لسه هقول اختفت اصلا، لان الدوالي معناها جدران اورده ضعيفه، فجدران الاورده دي من ضمن ال1000 مليار خليه بتوعك زي خلايا المخ بالظبط، فحصل فيها تمدد وضعف مع شويه حزق، الدم اتحوش فيها خلاص. زي دوالي اللي تيجي في الرجلين في السمانه دي برضه نفس القصه. طيب اخر سؤال وهننهي بيه اللايف. حد كان بيسال عن حصوات المراره، هل